شهية خبز طابونة وانتي في الغربة وبعيدة وما عندكش طابونة. إجابة حذية نوريك كيفاش تعمل خبز بنين في الكوشة ونكهته كيما خبز الطابونة من غير ما نطول عليك. تاخذ 2 كيلو سميد رطب، تزيدهم مغرفتين ملح يجيو ما يعادل 30 غرام ملح، وفي العجانة باش تعجنهم لهني باش نحطو مغرفتين خميرة فورية ومعاهم مغرفة سكر، نخلط لين تندمج المكونات في بعضها. برشا يقولك خبز معناها تعمل الخميرة في كاس وتخليها تتفاعل وحدها وكل شيء، لا حتى هيك تعمل الدور متاعها. هيك تعلمنا نخدمو خبز الطابونة، نزيدو فنجان زيت زيتونة. هيك تعلمنا من عند جدود، على خاطر الزيت اللي تحطه في سميد راهو مهم برشا، يعطيها تراوة ويخلي الخبز متاعنا يعني حتى كيف يبات ما مش ما يتفتفتش، ما يعلكش، يعني حتى كي تبات تبقى باهية وطرية ونجمو نستهلكوها. ماهوش خبز مبسس، لا جست شوية باش تعطينا التراوة والبنة متاع الخبز. بعد نعجنو بمي دافي. تنجموا العجينة بطبيعة الحال تعجنوها بيديكم، واللي ما ينجمش يعجن بالعجينة بطبيعة الحال أقل تعب والنتيجة زادة تكون خير، على خاطر العجينة تعجن بالباهي وتخلي الجلوتين متاع السميد الموجود في السميد يعطي المفعول متاعه على الخبز متاعنا. بيان سور كي تبدا عجينة يبدا ما وصلش للوطة معناها الخلط، دونك توقف في نصف العجنين وتحرك المكونات باش تعاود تتجانس في بعضها وتتخدم العجينة بالباهي. طبعا العجينة لازمها مرحلتين متاع تخمير. لهنا قبل ما نتحصل على عجينة نحاولها ونثبت فيها هل هي التراوة متاعها باهية وإلا لا. يعني العجين متاع خبز الطابونة ما يلزمش يكون يابس برشا وما يلزمش يكون زادا طري برشا. كان طري برشا ومش نعملو في الفور، خاطر احنا من غير طابونة لهنا، إذا كي باش نعملو طري برشا راهو مش يرقد وتتحل الخبزة وتجيني الهيفة برشا وتبدا يابسة، معناها هي طرية لكن في الآخر مش تعطيه لك الخبزة، مش خبزة كيما نعرفينها، معناها خبزة تحسها مشقفة. دونك نتفقد لها التروة متاعها ونخليها تخمر. لهني بعد ما تخمر يعني مدة ساعة من زمان تقريبا تخمر، يتضاعف الحجم متاعها باش نهبطها ونعاود نعركها من جديد. نقسمها لكويرات والكويرات نطرحهم معناها رقيقين جدا، ثم نغطيهم يعاودوا تخميرة ثانية. تخمير يعني مهمين جدا، زوز تخميرات، تخميرة أولى ثم تخميرة ثانية، باش من بعد نسخنوا الفور ونحطوهم في الطبق متاعنا ونخليوهم يطيبوا. هني مش نحكي على درجة الحرارة، مهم جدا انه الفور تسخنوا قبل، معناها تحطوا سخون بالباهي كما تحمي طابونة قبل، يعني لازم تسخنها، ثم معناها تبل الخبزة وتحطها في الفور وتخليها حتى لين تحمر. هني تحصلنا على اللون الذهبي متاعنا. نخرجهم الخبزات ونحطهم نوقفهم مباشرة، يلزمهم يكونوا واقفين، ما نحطهمش راقدين، على خاطر باش يعني البخار هيك يخرج خير وتحافظ هي على التروة متاعها. كي تحطها راقدة راهي مش تعرق والظهر متاعها الكل يولي هيك كل فيه الماء وكل شيء ما عادش باهي. دونك توقفهم توقيف. والسر باش يكون عندك خبز ذهبي وطري وسمح. نجيب شوية زيت زيتونة وتدهنها الخبزات متاعك وهما سخان، تدهنهم بالزيت يتشربوا الزيت، بهيك تعطيهم لمعان و تعطيهم للقشرة متاعها هيك تبدأ تعطيها كي قرميشة بنينة برشا. دونك هيك نكون وصلت بيكم لآخر الفيديو، إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله تتفاعلوا معايا وتعطيوني مشاهدات سمحة. دونك نخليكم على خير في فيديو قادم إن شاء الله، وبسلامة.